النهارده استوديو في الساحل ممكن يرجع لك اكتر من 250 الف جنيه، 250 الف في السيزون من اول سنه تاجير. ازاي؟ هو الكلام ده منطقي؟ ده مش افتراض، ده اللي بيحصل النهارده في الساحل، خصوصا في مكان زي جلي من ثراء ديفلوبمنتس. لو اشتريت شاليه في مكان مطلوب يبقى الشط شغال، وخصوصا ان جواه فندق شغال بحجم هيلتون، ده بيضمن ان القريه شغاله السنه كلها 365 يوم ترافيك، وخدمات شغاله طول السنه مش في الصيف بس. دلوقتي في فيس 2 في وحدات جديده، مساحات مختلفه واسعار مختلفه، وشامله كل حاجه انت ممكن تحتاجها، التشطيب والفرش والتكييفات وغيرها، والاسعار بتبدا من 2 مليون 450 بس. انت بتحول الفلوس اللي في البنك لاصل يجيب لك دخل سنوي محترم جدا، والتسليم خلال 3 سنين ونص بس، ومكان وسط كل حاجه تقريبا 35 دقيقه من اسكندريه و20 دقيقه من العلمين. سهل جدا ان المكان ده يتاجر. المكان فيه لاجون رمل حقيقي، والوحدات على 4 مصاطب عشان تبقى كلها شايفه البحر. ده على فكره هيسهل الايجار جدا جدا. على فكره الساحل الشمالي من اكتر الاماكن اللي محتاج شقق فندقيه وفنادق في مصر، خصوصا الوحدات المتشطبه. اقول لك السعر بيبدا من 2 مليون 450 للوحدات الفندقيه، وفي ب 3 مليون 200 و6 و10 و12 مليون للشاليهات. الاسعار دي ما بقتش موجوده في الساحل خلاص، وممكن تدفع 150 الف بس مقدم، وتقسط الباقي على 10 سنين، او تاخد خصم تحفه على الكاش. احسبها ببساطه كده، مشروع زي ده يخلي قيمه فلوسك عامله ازاي؟ سجل بياناتك، هيكلمك مستشار عقاري وهيقول لك كل التفاصيل.